بيلعبوا بطوله العالم. يعني احنا عندنا تقريبا كل حاجه كوره، عندنا 10 12 حدث غير كاس مصر طبعا، ده غير الالعاب الاخرى على فكره. طيب قلبك ابيض بقى. اتفضل ابيض. احنا معانا واحد من الشخصيات المهمه جدا، والمهم ان احنا نسمع كلامه في الفتره ديت لانه كلامه مهم جدا، واعتقد اول تصريحات ليه بعد حاجات كتير. طبعا باشمهندس معانا هيعرفنا بنفسه. باشمهندس ازيك؟ ازي حضرتك يا استاذ مهيب؟ عامل ايه؟ هاني باشا ابو ريده. ايوه كمان قول كمان باشا ابو ريده. ده صوت المهندس هاني ابو ريده. هاني باشا ابو ريده. ازي حضرتك؟ هاني ايه بس اهدوا بس. مش مهندس هاني؟ اهدوا. ازيك يا كابتن خالد؟ الحمد لله تمام. هو يعني مهندس خلاص بقى لك ابو المهندس. ازيك يا دكتور؟ تمام الحمد لله كله زي الفل. انت عامل ايه يا دكتور؟ انت هتهزر بقى مهيب بقى، ما تقول لنا مين؟ كابتن خالد مش عارف صوتي؟ مش عارف بقى، ما انا عايز هو اللي يجيبك. باسم. ايوه باسم مرسي. ازيك يا باسم؟ ازيك يا كابتن خالد؟ اخبارك ايه يا حبيبي؟ عامل ايه؟ تمام الحمد لله والله بخير الحمد لله. تمام. عايز اقول لك هارد لك الماتش اللي فات، ولا يهمك موضوع منتخب مصر. ربنا مع المنتخب ان شاء الله الفتره اللي جايه، وقدر الله ما شاء فعل. واتمنى التوفيق لمنتخب مصر. وانت هي الكوره كده يا باسم، يعني انت تألقت الفتره اللي فاتت وكنت مع منتخب مصر، وكنت هداف من هدافي منتخب مصر. ان شاء الله ربنا يوفقك مع نادي الزمالك، وربنا يوفقك لو قدر لك الاحتراف يا باسم ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن خالد. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله كابتن خالد والله احنا بنحمد ربنا على اي حال. الحمد لله التوفيق كل التوفيق لمنتخب مصر طبعا يعني. كابتن باسم يعني مهم جدا، يعني دايما بعد فوز فريق وهزيمه فريق الناس طبعا بتجيب اللعيبه اللي هي كسبانه وتتكلم معاها، لكن انت واحد من النجوم اللي احنا نحب ان هي تبقى دايما معنوياتها مرتفعه، بنحب دايما ان هي بقى متواجده مع منتخب مصر، من الاعمده الرئيسيه لمنتخب مصر، من الاعمده الرئيسيه لنادي الزمالك. وانت في مفاجاه كبيره ان شاء الله هتفجرها من خلالنا دلوقتي في موضوع احترافك، لكن يهمنا نعرف تفاصيل كتير جدا. انت عارف السوشيال ميديا بعد مباراة الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي لا حديث ليها الا عن سعد سمير وباسم مرسي ومباراة القمة وهزيمة الزمالك. فيعني حاجات كتير جدا يا باسم، اكيد انت مش هتبخل علينا وتفتح لنا قلبك كعادتك، لكن يعني اهم حاجة اللي انت قلتها لي قبل الهوا ان انت بتتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر. والله يا استاذ مهيب انا موضوع سعد يعني ما فيش موضوع اصلا، هو الناس اللي بتعمل موضوع بدون موضوع. يعني سعد في الاول واخر صاحبي وصديقي فاهم. علي صوتك بس شويه معلش بعد اذنك، انا عارف انت صاحي من النوم لسه. والله لسه صاحي من النوم. انا عارف حاسس بيك. خلي المدام تعمل شاي كده او نسكافيه. لا والله احنا ما فيش مشكله بينه وبين سعد، الناس بس هي اللي بتحب تعمل ازمه فما فيش مشكله. الحاجه الثانيه ماتش الاهلي والزمالك طبعا احنا زعلانين جدا، كان نفسنا نكسب عشان نفرح جمهور الزمالك، بس ما فيش توفيق معانا الحمد لله. ماتش وعدى. موضوع المنتخب طبعا انا يعني والله يا كابتن انا مش زعلان خالص اصلا عن موضوع المنتخب. يمكن الناس كنت حاسه يا باسم. كنت حاسس ايه؟ كنت حاسس والله يا كابتن خالد انا عارف انا مش بس ليه والله ما اعرف، وده مش موضوع مش عايز اتكلم فيه يعني. تمام الحمد لله انا يعني الموضوع بالنسبه لنا يعني عادي يعني متوقع. الناس يعني الحمد لله انا تعبت مع منتخب مصر بقالي سنتين مثلا، من اول تجمع للجهاز وانا موجود لحد اخر تجمع فاهم. فساعه البطوله جيت ما رحتش ليه الله اعلم، دي حاجات خاصه بيهم وانا مش زعلان منهم خالص. انا بتمنى لهم التوفيق وربنا معهم ان شاء الله في البطوله وفرحوا مصر كلها ان شاء الله. هم في الاول والاخر بيلعبوا اسمنا كلنا يعني. طيب باسم بدايه كده، موضوع سعد سمير ده كان بدا ان اتقال ان هو قصدك، وبعد كده ابتدى السوشيال ميديا الزملكاويه يولعوا الدنيا، وطبعا ما مجله الاهلي كتبت دم سعد في رقبه مين، واتقلب الموضوع لتريقه بقى وكوميك وبتاع. فقيل بقى ان سعد طبعا في دخله هو شدك مش عارف شدته من فانيلا او شدك فانيلا، بعد كده ضربك من غير قصد، فبقت الموضوع قفا. وبعد كده ابتدى بقى السوشيال ميديا شغاله على الموضوع دوت، وكانه هو انتقام سعد من دمه. يعني الموضوع قلب كانه مسلسل في رمضان. ايه رايك في الموضوع ده؟ والله يا كابتن خالد انا ما متابع الكلام ده. والله ما متابعه ولا اعرفه اصلا، اول مره اسمع عنه دلوقتي. لا خالص. انا يعني في الماتش كنا بنتكلم كويس جدا ومفيش اي مشكله خالص، وما كناش مركزين في اي حاجه، كل واحد كان مركز في شغله. وسعد محترم على فكره، سعد مؤدب جدا جدا. اللعيبه كلها محترمه يا كابتن والله يعني، بس كل واحد بيحارب اللي هو يكسب، اللي هو يسعى اللي هو
يساعد فريقه. اه هو راجل بيحارب، هو ما يخش في جون وانا بحارب ان انا اجيب جون، فاهم؟ صحيح. فما فيش مشكله بيني وبينه والله يا كابتن، وده موضوع يعني ما عادش يعني حد موضوع الواحد يتكلم فيه يعني. خناقه صغيرين كده على السوشيال ميديا اللي هم 17 و18 و16 سنه. انا والله يا بيتخانقوا كابتن مع ما بعض. بتابع، والله العظيم ما بتابع، اللي يتكلم فطب ما انا طول الماتش الناس مثلا بتشتم وبتاع وانا مركز معاهم عادي يعني، فاهم؟ مم. يعني حاجات عاديه يعني بتحصل في الكوره، وارده يعني في الكوره يعني. كنت انت عارف كابتن خالد ده طبع الجمهور يعني. اه باسم ازيك؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي. احمد جلال معاك. صح. استاذ احمد ربنا ما شفتكش من ايام سحور CBC. حبيبي استاذ احمد الحمد لله الحمد لله. سيبك بقى من الكلام ده كله، خلينا نتكلم في الجد. ايه حكايه العرض الصيني لاحتراف باسم مرسي؟ والله انا اقل مهم في مفاجاه قريب ان شاء الله، بس هقولها برضه من خلالكم، بس مش دلوقتي يعني، في الوقت المناسب. يعني ممكن الموضوع ما يبقاش صيني. لا هو لسه ولا ايه؟ لسه اهو. مش احنا قلنا النهارده؟ هقول لك بس مش دلوقتي. طب ادينا هو قايل لي اول واحد هيعرف في مصر انا. طب ماشي، بس إن شاء الله انا قصدي يا باسم ان يعني قولا واحدا في الانتقالات الشتويه هتنتقل لنادي كبير. ان شاء الله كده. خلاص ده قولا طبعاً واحدا. بس من خلال نادي الزمالك طبعا. الزمالك. لكن اكيد. اتفضل يا لا باسم. مش اكيد اللي هو في انا عارف شهر بس واحد. هتخليني اقول ليه. في شهر واحد. احنا شهر واحد. مش اكيد ده كان ممكن يبقى اخر السنه. ايه قصه ان العرض اللي جالك من السد القطري عن طريق فريرا طبعا راجل مقتنع بيك جدا ومن الناس اللي بتحبك بشكل كبير قوي يعني، سواء كان في نادي الزمالك او بره نادي الزمالك. هل كلمك الراجل؟ انا بص، ما حدش كلمني من السد، لا عشان ما ابقى صريح معاك، ما حدش كلمني من السد القطري. تمام. ولا فريرا فتح معاك موضوع ان في كلام على انديه ثانيه في قطر؟ بص على حضرتك حاجه، انا فريرا عارف الكوسه دي، وكابتن خالد يعرف الكلام ده كويس، ولحد دلوقتي بكلمه، بس هو ما كلمنيش في حاجه زي كده. ممكن يبقى اجتهادات من الناس بتاع كده، لكن لا ما فيش عرض. خد بالك السد القطري عنده لعيب كبير برضو، بغداد بنجاح. بالظبط. فمش هيبقى عايز، لان هو بيلعب راس حربه واحد، فمش معقول هيجيب ده الجزائري لاعب الافريقي. واتاخد بطوله افريقيا على فكره مع الجزائر في الجابون. فمش هو بيبقوا عايزين لاعب اساسي، فباسم لاعب اساسي ما ينفعش يجي يبقى يقعد شويه وبغداد بنجاح، يعني لازم واحد فيهم يلعب. بالظبط كده يا كابتن خالد. بالظبط، فبالتالي صعب. لكن انا المعلومه اللي عندي ان انت جاي لك اوروبا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كده باذن الله. اذا موضوع الصين ده اتلغى شويه يعني. لا هو موجود، بس يعني فاهم، اولوياتي يعني ان شاء الله تبقى اوروبا كده. مع ان العرض الصيني المادي احسن لك، لكن انت بتفكر في المستقبل الاحترافي. بالظبط كده يا كابتن خالد. والله بس انا عايز اقول حاجه والله كابتن خالد، يعني بص بشكر طبعا المستشار مرتضى منصور على وقفته جنبي. يعني والله العظيم دي بجد، دي حقيقه فعلا الراجل ده محترم جدا، واقف جنبي يعني، واقف في ظهري بطريقه غير طبيعيه، وانا بشكره من خلال كابتن خالد. يعني وبحييه بجد والله العظيم على اللي هو عامل في نادي الزمالك كده، وبشكر مجلس الاداره، بشكر نادي الزمالك، وانا طبعا كابتن خالد انت عارف مش هعمل اي حاجه لما خلال نادي الزمالك. صحيح. حتى لو النادي ما وافقش يعني هقعد في النادي وهكمل في النادي، ما عنديش مشكله. انا اهم حاجه عندي نادي الزمالك هو اللي يكون في الاول والاخر مستفيد. بنسبه كام في الميه ممكن تنتقل في الشتاء، وبنسبه كام في الميه هتنتقل في نهايه الموسم؟ والله يا كابتن خالد انا ما بحطش شروط على نادي الزمالك، هم الناس موافقه، انا جبت عرض، موافقين عايزين يمشوني، انا تحت امرهم. برضه مش عاوزين، انا برضه تحت امرهم. يعني اوريدي خلاص اوريدي في عرض من اوروبا. ان شاء الله. اعاره ولا انتقال نهائي؟ يعني لسه بنتكلم في الموضوع والله. مش فارقه، يعني هو اعاره انتقال نهائي. ممكن يجدد مع نادي الزمالك مثلا. لا ما هو هيجدد مع نادي الزمالك وهيروح اعاره، وبعد كده حسب بقى النادي بقى يكمل معاهم بالظبط يعني. دوري كبير يا باسم. خلينا مفاجاه يا كابتن خالد. يعني انا بقول لك عامه دوري كبير. خلاص يا كابتن والله يقول لنا احنا، ما حدش هيقولها الا انت، يعني ما حدش هيعلنها الا انت فعلا. ان شاء الله باذن الله. يعني هو دوري كبير فرنسي ايطالي يعني خلاص الوقت المناسب. برضه باسم لعيب خلي بالك، مش باسم قول لي يعني في كواليس كتيره جدا في مباراه القمه، غياب ستانلي، اصابتك، كنت انت مصاب برضه، لازم الناس كانت تعرف كده. كان عندك الضمه. شيكابالا اتخانق مع محمد ابراهيم، كان في مشاكل. لا اسمعني بس. محمد حلمي
معلش ثواني بس. طب هو عارف اكتر يمكن. يعني في كلام ده الأثير، انا بقول له اللي أثير في السوشيال ميديا بس هو بعد مش المباراة. هيتكلم يا مهيب، لا يعني مش هو مسموح له يتكلم في هيطمنا يعني. مهيب انت عارف ان انا والله العظيم بحفظ بالله العظيم، انا ما بتابع اصلا السوشيال ميديا خالص. فالكلام ده انا اول مره اسمعه. انا واخد اجازه، انا عندي اجازه مثلا اسبوع، فاول ناس اصلا اتكلم معاها النهارده في موقف الكوره. لكن اي حاجه في المشاكل دي والله العظيم انا ما اعرفش فعلا بجد. بس انت كنت مصاب يا باسم؟ لا يعني انا كان عندي الضمه من قبلها، وكنت نزلت قبل الماتش التمرينتين. تمرينتين. بس لا الحمد لله كنت كويس يعني. ما كنتش يعني كويس. ما بحب يعني ما بحبش طالع مبررات يا كابتن خالد. انت فاهم؟ لكن طبعا يعني ستانلي كان متعور، ايمن ايمن حفني ما كانش سليم مليون في المية. ما حدش. بص يا كابتن خالد، انت اكتر واحد عارف في الدنيا ما حدش بيبقى سليم 100% في الماتش. مظبوط. حتى السليم ما بقاش سليم. لا وغير يعني كده باسم، انت عندكم كمان للاسف، وده مش عليكم بس وعلى النادي الاهلي، وعلى انتوا بتلعبوا كل 3 ايام، ودي ما حصلتش اعتقدش انت عمرك ما حياتك ما حصلت لك. لا ما حصلش فعلا، كل 3 ايام ماتش ده صعب، بس احنا هنعمل ايه يا كابتن خالد؟ احنا لازم نبقى ملتزمين ونلعب. يعني كل حاجه غصب عننا، فمبروك الكاسب هو لك الخسران. طب باسم بصراحه بس كده، بس احنا طبعا ما سيبناش يعني، لسه الدنيا بدري على الدوري يعني. كابتن الناس اللي بتقعد تتكلم وكده، لا لسه بدري. الدوري كده ما انتهاش للاهلي، هو دلوقتي يعتبر انتوا لو كسبتوا الماتشين هيبقى فرق 5 نقط يا كابتن خالد. لسه ما حدش عارف الدنيا فيها ايه والله. لسه ده فاضل دور كامل. طب ماتش السوبر بقى، في كلام ابتدى يطلع من المدير الفني ان احنا هنكسب السوبر. طبعا ما فيش حاجه مضمونه في كره القدم يعني، لكن شايف مباراه السوبر في الامارات عامله ازاي؟ دي مباراه كويسه يا كابتن خالد، واحنا في مباراه بطوله يعني. واحنا الحمد لله في اخر 3 سنين في يعني مواجهات الكاس المباشره احنا بنكسب الحمد لله. بس اتمنى التوفيق لينا يعني ان شاء الله الفتره الجايه. طبعا نشتغل نتعب اكتر عشان ربنا يكرمنا يعني. بس انت ممكن ما تلعبهاش لو انت يعني ان شاء الله. بالظبط، لكن لو انا موجود يا كابتن خالد انا ما عنديش 3 مباريات زي ما الناس بتقول يعني. لكن ممكن تكون احترفت يعني، لو احترفت مش هتبقى موجود. بنخلي النادي ان شاء الله. كابتن باسم بصراحه عشان الكلام اتقال كتير قوي على حكايه ان انت اول ما اتغيرت في ماتش غانا حصلت كواليس وقصص وحكاياته، انت بقى اللي تقول بقى اللي حصل بالظبط. انا مش عايز والله يعني والله العظيم لا والله ما في مشكله ولا في اي حاجه والله، ولا حصل. الناس طلع كذب الدكتور محمد ابو العلا قال لا ما فيش حاجه. انت اللي تقول بقى اللي حصل بالظبط. كابتن اسامه نبيه قال برضه. انا هقول لك اما انا عارف الكلام كله، وكابتن خالد اكيد عارف، والباشمهندس قبل انت طلع يتكلم معاك ما فيش مشكله وما فيش ازمه، والناس اللي بتقترح الكلام انا مش انا اللي كذبت، الناس هم بتوع المنتخب هم اللي طلعوا كذبوا. ولا كان ما فيش حاجه والكلام ده، حتى يعني ما فيش حاجه من الكلام ده خالص. بس والله هي وجهه نظر فنيه. باسم تقول ايه للجهاز الفني واللعيبه اصحابك وهم رايحين الجابون، وانت دايما كنت متواجد معاهم في كل الاحداث وفي كل المواقف، تحب تقول لهم ايه؟ والله بقول لهم بالتوفيق وربنا معاكم ان شاء الله، وجاز مستر كوبر رد. انا عايز اقول حاجه برضو، انا مش عايز الناس تقول، مش عايز حد يتكلم في موضوعي. خلاص يا جماعه انا موضوعي اتقفل يعني. الناس تقول بس ما راحش ليه. برافو عليك، هو ده اللي احنا عايزينه. امر طبيعي، احنا لازم كلنا دلوقتي نوفر منتخب مصر نسانده. جاز مستر كوبر اختار لعيبه معينه، هو اضرب كل اللعيبه وربنا معاه وربنا يوفقه. حسام غالي ما انضمش، وليد سليمان ما انضمش، مؤمن زكريا ما انضمش، حسام عاشور ما انضمش، ايمن حفني ما انضمش، شيكابالا مصطفى فتحي ما انضمش. المنتخب ما انضمش. بالظبط هي وجهات نظر وقناعات مدرب. هو المدرب ومش معنى كده ان انت وحش ولا الجهاز، انت من قوام المنتخب. وانت عارف كويس قوي يا باسم ان منتخب مصر ليه قوام مش 23 لعيب، القوام بتاعهم مش اقل من 35 لعيب، وانت عارف كده، وانت واحد من القوام الاساسي لمنتخب مصر. والله يا مهيب انا ما عنديش مشكله، زي ما بقول لك برضه الحمد لله انا اروح منتخب او ما اروحش. انا دايما بقول حاجه، انا ان شاء الله انا بسعى وهشتغل وهروح نادي وان شاء الله يعني هعمل حاجه كويسه. انا بالنسبه لي مش خسران. انا كان نفسي امثل بلدي، كان نفسي العب منتخب، بس انا مش خسران. اكيد هم الخسرانين واحد لعيب كويس، سواء انا سواء اي حد، ايمن حفني اي شيكابالا، هم الخسرانين. هم يعني الجهاز دايما بيبقى هو اللي عايز لعيبه كويسه. طيب على العموم هي زي ما انت قلت قناعات، بس انت عندك فرصه بقى ان انت تحترف، ومن الاحتراف ده تعود عشان يكون مثلا ليك هدف بنوصل من خلاله كاس العالم. هو ده اللي قاله لي،
للامانه. نوصل من خلاله لكاس العالم. طب نرجع للزمالك تاني يا باسم. انت اتمرنت مع محمد حلمي ومع مؤمن زكريا، مؤمن سليمان، ومع محمد فيريرا. صلاح، ومع فيريرا، ومع ماكليش، ومع باشيكو. مين اللي اثر في باسم مرسي فعلا؟ طب بص، في الاول والاخر انا اتمرنت مع كابتن حسام حسن، اتمرنت مع حسام حسن. المدربين كابتن كلهم ميدو. كويسين جدا وميدو. جدا جدا. فيريرا طبعا. بس كل واحد ليه مدرسه خاصه بيه، يعني كل واحد ليه بيمرن باسلوب معين. بس انا اللي استفدت منه جدا، انا استفدت كتير من ناس كتير، استفدت من كابتن حسام حسن، استفدت من ميدو، استفدت من فيريرا، استفدت من باتشيكو، استفدت من كابتن محمد حلمي، استفدت من كابتن مؤمن. كل واحد باخد احسن ميزه فيه. بس اللي هو يعني عشان فيريرا قعد معانا 7-8 شهور، تمام. فده اكتر واحد استفدت منه. لا بص يا باسم، عايز اقول لك حاجه. بس انا دايما انا راجل دايما بفتكر مثلا اوتو فيستر وكابتن جوهري. دايما اللعيب اما بيرتاح نفسيا ويتالق. انت جبت حوالي حاجه و20 هدف مع فيريرا. فبالتالي دايما اللعيب اما بيلاقي نفسه متالق ومرتاح نفسيا دايما بيروح للمدرب دوت. فانت المدرب ده طبعا قناعاته بيك واعتماده عليك وتألقك في فترته ده اللي بيخلي دايما اي لعيب في الدنيا يروح لهذا المدرب. وانا من غير ما اقول لاحمد جلال قلت له فيريرا ليه؟ لان في الوقت ده انت كنت هداف الزمالك وهداف منتخب مصر وجبت هدفين في نهائي في نهائي كاس مصر امام النادي الاهلي، وكان تألق مش طبيعي. مظبوط والله كابتن خالد. طبعا انا والله العظيم في ناس كتير اثرت فيا، حسن اثر فيا فعلا والله. ميدو اثر فيا، الكابتن اسماعيل يوسف في الانتاج الحربي اثر طبعا فيا. ده ابوك الروح ده. في انا من كل مدرب يا كابتن خالد باخد فيه ميزه. يعني السنه اللي فاتت مثلا معاني ناس كانت عماله تنتقدني وباسم مستوى انا جاب 16 جول. السنه اللي فاتت جاب 16 جول وقعدت ماتشات كتيره ما لعبتش. ما لعبش اصلا يعني ماتشات كتير. وجاب جولين في ماتش كاس مصر 3-1. ولحد دلوقتي انا مع محمد صلاح هداف المنتخب لحد اللحظه اللي بكلمك فيها دي. انت ومحمد صلاح هداف المنتخب بالظبط لحد اللحظه اللي بكلمك فيها دي كابتن خالد. صحيح. وهداف نادي الزمالك. صحيح. ومهيب عارف احنا بكره رايحين فين يعني. طبعا لازم نقول لك مبروك اختيارك احسن مهاجم في مصر في استفتاء الاهرام. الله يبارك فيك يا مهيب. فالحمد لله لحد دلوقتي الواحد يعني ماشي بخطه كويسه يعني يا كابتن خالد. في خلال سنتين جاب 43 جول مع نادي الزمالك. صحيح. 43 جول في سنتين ونص. منتخب مصر. بس انا عايز اقول لك حاجه. انت كنت في الانتاج الحربي سنه كام؟ من كام سنه؟ موسم كام؟ من 2013 باين يا كابتن خالد. 2013 2014 صح؟ 2013 2014 او 2015 2014 سوري. معنى كده ان انت ما كانش انا اسف يعني في 2014 تقريبا ما كانش حد عارفك. لا خلي بالك انت انضميت معانا باسم منتخب مصر. ايوه كنت منتخب مصر. شوقي كنت منتخب مصر جبت جول معانا في ماتش شيلي وجامايكا. جاب جول في جامايكا. جاب جول في جامايكا 2-2. بس قصدي ان يعني ان انت عملت طفره في مستقبلك الكروي خلال سنتين. طبعا نادي الزمالك خيره عليا يا كابتن خالد طبعا. انا ما بتكلمش عن الزمالك. انت من خلال سنتين عملت طفره لمستواك او حياتك او شغلك سواء ماديا او فنيا او على مستوى الشهره او على مستوى ان انت تصل ان انت تكون احسن راس حربه في مصر. طبعا يا كابتن خالد والله العظيم انت عارف يا كابتن خالد ان انا جامعه مع 18 لاعب كلهم لعيبه مميزه جدا. وانت عارف كان ترتيبي الكام؟ الرابع. مع الوقت بفضل الله مع الوقت مع الشغل والتعب الحمد لله وصلت للمكان اللي انا فيه دي. يا كابتن خالد انا عايز اقول لحضرتك حاجه. انا يعني في سنتين بفضل الله يعني في سنتين جاب حاجه 40 جول مع نادي الزمالك. 40 جول ومع المنتخب يعني 7 اجوان. يبقى انت بتتكلم حوالي 50 جون في سنتين بالظبط كده. معدل هايل طبعا. فالحمد لله الواحد بيقدر على قد ما الناس بتنتقد وعلى قد الناس ما بتتكلم. بس دايما الناس اللي بتنتقد وبتتكلم بتبص تحت رجليها بتبص لقدام. وانا كل ما انتقدوا الحمد لله ربنا بيكرمني اكتر ان شاء الله. انا كابتن خالد والله العظيم انا وجودي في نادي الزمالك يعني انا يعني لو كملت في نادي الزمالك انا مش هرجع. انا بالعكس انا بحب النادي ده جدا جدا جدا. وفعلا النادي ده خيره عليا وعلى اهلك يا كابتن خالد والله العظيم. طب عايز اسالك سؤال يا باسم بمنتهى الصراحه. قبل ما تروح الزمالك ما جالكش الاهلي؟ ما جالكش يعني كنت مضيت في امبي. انا فاكر انت كنت مضيت في امبي. جالي يا كابتن خالد. جالي كتير. جالك الاهلي؟ كان مين كلمك بقى؟ كان كلمه وكيلي بدون ذكر اسماء حد من النادي الاهلي كان وكيلي يعني. وكنت خلاص رايح؟ انا هقول اسمه وكيلي خلاص بقى. كان كريم حلمي ساعتها.
تقريبا كان كريم حلمي. بص يا كابتن خالد، آه. انا من اول يوم كان قراري يعني يا انبي يا زمالك. صح دي حقيقه. والاهلي كان الأهلي ما قدامك. كانش- لا ما كنتش عمري ما كنت اروح الاهلي والله. ليه انا بقى؟ بقول لك بصراحه، انا بكلم انا ما يعني فاهم، مش هقول لك بقى انا بحب الزمالك والجو ده كابتن خالد، بس انا كل واحد بيبقى قدامه يعني حاطط حاجات في دماغه كده هيقدر يحققها في النادي ده. ان هو هيلعب في النادي ده، هيبقى اساسي في النادي ده، في حاجات هيبقى معينه. تاريخ في النادي ده بس، بصراحة. وحبا في النادي ده. اه فاهم يا كابتن خالد؟ يعني انا بحب الزمالك من اول يوم رحت فيه، من وانا صغير كان نفسي يعني دايما كنت اقول لو اما ربنا يكرمني واكبر لو جالي انديه القمه اختار اهلي والزمالك، اختار الزمالك. يعني انت والله وانت العظيم صغير زملكاوي بس؟ طبعا. فعلا يعني انتمائك قبل ما تروح الزمالك زملكاوي. بص يا كابتن، في الوقت كانت بتتعرض عليا الاثنين واخترت ايه؟ ده اكبر دليل يثبت لك ان انا فاهم حب للنادي. وانا كابتن خالد انا مش بطلع اقول انا بحب النادي انا حب للنادي ده ببينه بلعبي وشغلي. يعني انا ممكن اقول لك انا بحب النادي كلام انتاج ايه؟ صفر. بالظبط. وعايز اقول لك حاجه، انت يعني من اللعيبه القلائل جدا اللي في تاريخ مصر ماتشات اهلي وزمالك ماتشين ورا بعض نهائي كاس تجيب 4 تجوان. دي ما حصلتش. الحمد لله. الحمد لله كابتن خالد. هو هداف الجيل الحالي في الزمالك مع نادي الاهلي، يليه احمد جعفر 3 اهداف بالظبط، والاربعه جابهم في الكاس. طب اما كان حصلت مشاكل معاك ومع مستشار مرتضى منصور كان بيطلع يقول خلاص باسم، كان الناس بتقول خلاص باسم مضى في الاهلي، خلاص باسم راح الاهلي، ايه الكلام ده بقى؟ بص يا كابتن خالد، اعرف دايما الناس بتتكلم يعني مستشار مرتضى زي ما كنت يعني فاهم كان في خلاف في وقت ما يعني بس هو عمره ما كان هيسيبني وانا عمري ما كنت هسيب نادي الزمالك. يعني كله اي كلام في اللي بيتقال ده؟ كله اي كلام يا كابتن خالد. انا اقسم بالله الراجل ده بجد انسان محترم وانا يعني مشكور جدا 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 من خلالك ومن خلال المهيبه يا كابتن خالد على الوقفه معايا دلوقتي. يعني الراجل بيطلع كلام يقول لك ما بعرفش المنتخب، واقف في ظهري فعلا فعلا فعلا. رئيس نادي محترم جدا. طلع معايا قال كلمه على كوبر بسببك؟ لا بجد يعني بجد. لا انا والله بس حتى بيقعد يكلمني وبيدعمني وفرح واقف جنبي وكل حاجه واقف جنبي، فانا بشكره من خلالك يا كابتن خالد بجد والله العظيم. هو يستاهل فعلا احنا نشكره. ماشي. على العموم بس ما انا اسيبك تشرب النسكافيه. الفطار بيجي لك لغايه الاوضه ولا بتطلع بره ولا انت اللي بتعمل الفطار؟ يعني انت ذابح القطه من اول يوم يا باسم؟ ما بتقدرش تتكلم طبعا. انت بص، انت عصبي في الملعب لكن مؤدب جدا في البيت. وده بقول لك ايه، ده مش وحش يا ابني والله، مش وحش. اوعى تسخن يا باسم على كلام خالد. كلنا هذا الرجل. انا بقول لك باسم راجل جدا في الملعب، خد بالك. ايوه راجل جدا في الملعب. كابتن خالد لا لعيب كبير، واحنا شرف لينا احنا نتكلم كابتن خالد غندور طبعا. يعني ربنا يخليك يا باسم. وعايز اقول لك بس حاجه قولا واحدا، انا اتمنى لك ان شاء الله في الانتقالات الشتويه ان شاء الله ان ربنا يوفقك وتروح نادي كبير في اوروبا، وانا عارف ان هو نادي كبير في اوروبا ان شاء الله. وهيكون مفاجاه للجميع يا جماعه، كل اللي بيسمعنا هيكون مفاجاه انتقال باسم مرسي لنادي كبير في اوروبا، ويكون بدايه مشوار مهم ليك ان شاء الله يا باسم. نتمم على خير باذن الله، وتعود لمنتخب مصر. اصل بطوله افريقيا دي كلها 20 يوم يا باسم، لكن بعد كده اللي جاي هو الاهم والوصول لكاس العالم. طبعا احنا نتمنى لهم التوفيق يا كابتن خالد، واللاعب يتلعب باسمنا كلنا وربنا معاهم، واحنا لازم كلنا نوفر الجهاز الفني، سواء بقى ما اختار باسم، اختار كابتن خالد، اختار استاذ مهيب، احنا كلنا لازم نوفر منتخب مصر. لا هو لو اختار مهيب مش هقف جنب منتخب مصر على فكره. ولا انا. حبيبي يا باسم. ماشي يا باسم. كلنا نقف في دار المنتخب. حبيبي يا باسم، مع السلامه يا باسم، وربنا يوفقك. شكرا يا باسم، بشكرك بشكرك حبيبي، بشكرك. عايز اقول لك حلوه مكالمه جدا يا مهيب، وانفراد مهم جدا ان هو خلاص موضوع الصين ده تقريبا هو لسه موجود، بس الراجل تقريبا قال لنا ان أوروبا. لا وجاب عرض، يعني العرض دلوقتي موجود في نادي الزمالك. بس هو يعني احتراما لباسم هو اللي هيقول الاسم. لكن هو نادي كبير بس، نادي كويس، مفاجاه للمصريين. لمصر. طيب على العموم نطلع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في الكوره في ملعبك. ابعتوا لي على 195 0 رسائلكم، اتصلوا بيا على 3